السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا لاباس وتكونوا بصحة جيدة وعافية، امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. هاد النهار غادي نحضر معكم السمك معسل او الحوت معسل بالبصل. كيجي معسل وكيجي رائع جدا جدا. نتمنى يعجبكم الفيديو، وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج هنا 4 قطع ديال السمك، الحجم ديالو يكون كبير يكون احسن، وجوج حبات ديال البصل، جوج حبات ديال الثومه، وايضا البقدونس والقزبر اللي قطعتهم مع بعض. وضروري القزبر والبقدونس يكونوا طريين يكون احسن. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج هنا اناء اللي غادي نطحن عفوا غادي نحك فيه الثومه كما كتشوفوا في الحكاكه اليدويه. في الاول غادي نشرمل معكم السمك كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للسمك انا درت هنا 4 قطع، يمكن لكم ديروا حوته كامله، يعني ديروا الحوت كامل، يعني انا غير درت النص ديالو فقط. وضعفوا المكونات. الا درتوا 6 القطع ديال السمك يمكن لكم ديروا 4 الحبات ديال البصل. راه كما قلت لكم هاد الحوت غادي نطيبو في الطاوة يجي معسل، يعني راه البصل هو اللي غادي يعسلو لينا يجي باش يجينا معسل. كما كتشوفوا بالنسبه للتشرموله ديال اللي غادي نشرمل بها الحوت او السمك، احتاجيت انا 2 حبات ديال الثومه اللي حكيتهم في الحكاكه اليدويه، وايضا ملعقه كبيره ديال البقدونس والقزبر اللي مخلطين مع بعض يكون طري احسن، والعطريه ضفت التحميره او البابريكا، الزنجبيل او سكينجبيل، الخرقوم او الكركم، وايضا قليل من الكمون، وايضا شويه ديال الملحه. وفي الاخير باش نجمع هاد التشرموله ضفت شويه ديال الماء. كما كتشوفوا قليل ديال الماء، ما تكتروش بزاف ديال الماء. غادي نشرمل معكم السمك. بالنسبه ليا انا غادي نخليه بعد ما نشرملو، غادي نخليه يرتاح مده نصف ساعه، لحقاش انا ما كانش عندي الوقت باش نخليه يترقد في يعني في التشرموله ديالو. لكن نتوما الا كان عندكم الوقت مازال، يعني تشرملوه تخليوه يترقد في التشرموله ديالو، تغطيو عليه بالسلوفان وتدخلوه للثلاجه، تخليوه ما بين ساعه حتى 3 د السوايع يكون احسن. نتوما يعني على حساب الوقت اللي غادي تطيبوا فيه السمك. بالنسبه ليا انا كنت شويه مزروبه، لهذا خليته غير واحد نصف ساعه ترقد ليا في التشرموله. غادي نخليه على جنب او ندخلو للثلاجه. دابا غادي نقطع معكم البصل كما كتشوفوا معايا. نتوما البصل يمكن لكم ديروا البصل الابيض او البصل يعني الاحمر، نتوما والاختيار ديالكم. دابا كتعرفوا باللي الخضار راها غاليه. انا درت يعني البصل الابيض راه حقاش هو اللي رخيص على البصل الاحمر. بعد ما قطعته الى شرائح غادي نحط الطاوة على النار كما كتشوفوا، وغادي نضيف فيها الزيت. يمكن لكم هذا السمك يعني المعسل طيبوه في الطاجين ديال الفخار، كيجي فيه لذيذ بزاف. لكن انا قلت غادي نغير، طيبته في الطاوة. تشوفوا كيفاش كيجي يعني ملي كطيبوه في الطاوة كيجي رائع وكيجي معسل. المهم ضفت الزيت، وايضا حطيت البصل، وغادي نخلي البصل نخلي البصل يعني يطيب ليا حتى يولي ليا معسل مع التحريك المستمر. انا كنشارك معكم مرحله مرحله مع التحريك المستمر كما كتشوفوا، حتى تحسوا باللي بدا كيتغير اللون ديالو الى البني، ماشي البني لا، غير كيتغير يولي البني فاتح، وبدا البصل كيتعسل، بدا كيطيح ولا معسل. المهم انا كنشارك معكم مرحله مرحله باش تشوفوا. الا بغيتوا هذا الحوت يجيكم معسل، راه السر ديالو يعني في الطياب ديال البصل. يعني البصل تعطيه وقته في الطياب، يعني تخليوه يتشحر مع التحريك المستمر وتنقصوا الحراره. بعد ما تحسوا باللي اللون ديالو بدا كيتغير وبدا كيتعسل كما كتشوفوا معايا، راه كنشارك معكم جميع المراحل مع التحريك المستمر. كما كتشوفوا
راه بدا يعني كيدخل فيه هذاك اللون. وغادي نضيف شويه ديال العطريه، ضروري تضيفوا عليه شويه ديال العطريه بعد ما تحسوا باللي بدا كيتعسل. ضفت هنا قليل من البابريكا والكركم، شويه ديال الزنجبيل، وقليل من الفلفل الاسود، وشويه ديال الملحه. هادو هما المقادير. ضفت غير شويه شويه من العطريه. ومن بعد بعد ما خليت يعني العطريه دخلت ليا في البصل، غادي نضيف السمك. كما كتشوفوا ضفت الحوت، وايضا هذاك التشرموله اللي تبقات ليا ضفت عليها شويه ديال الماء. كما كتشوفوا غير واحد نصف الكاس ديال الماء. الكاس ديال العلبه اللي كنشربوا منه اتاي ضيفوا واحد النصف ديالو، ما تكتروش بزاف ديال الماء. راه الغرض ديالنا هاد الحوت بغينا يجينا معسل. وضفت الزبيب. بالنسبه للزبيب الا كيعجبكم ضيفوه، الا ما كيعجبكمش ما تضيفوش، لكن صدقوني هاد الزبيب راه كيعطي واحد البنه، كيضيف واحد الحلاوه لهاد السمك المعسل. وايضا شويه ديال الزيتون كما كتشوفوا المقطع الى دوائر. وغادي نخليه يطيب على مهلو، نعطيه وقته في الطياب ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. يمكن لكم توصلوا حتى ل 30 دقيقه يكون احسن. يعني تخليوه حتى يتعسل، حتى المرق يولي خاتر لكم. كما كتشوفوا كيجي معسل. صدقوني هاد الطاجين يعني ديال السمك بالبصل المعسل جا رائع رائع، روعه في المذاق. راه الفيديو كيوضح لكم كل شيء. يعني السر المذاق ديال الطاجين بالسمك المعسل اراه البصل. ملي كتعطيو وقتو البصل باش يتشحر لكم، باش يطيب لكم مزيان حتى يولي يعني معسل، عاد ضيفوا عليه الحوت. راه هو هذاك السر ديال النجاح ديال السمك المعسل مع البصل. المهم بعد ما طاب ليا والمرق ولا خاطر، يعني تعسل ليا كما كتشوفوا، هذا هو الشكل النهائي ديال السمك المعسل بالبصل. كيجي رائع والمذاق روعه روعه. راه الفيديو كيوضح لكم كل شيء. وكما كتشوفوا المرق راه ما بقاش فيه بزاف ديال المرق، ضروري هذاك المرق ضروري تشرب وحتى يولي لكم خاتر كما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى انكم استفدتوا مني ولو قليلا، ونتمنى تجربوا ونكون على الحسن الظن ديالكم. تكتبوا لي في التعليق كيفاش جاكم الى جربتوا الطريقه ديالي. كنتمنى هذا الفيديو تشاركوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع، وتشجعوني اكثر واكثر باش ندير لكم المزيد. شكرا على الحسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.